السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة يا جماعة وانتم طيبين، ويا رب يجعل الأيام اللي جاية كلها سعادة وهنا علينا جميعا يا رب العرش العظيم. النهارده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على النبي ونذكر الله. الفيديو النهارده يا جماعة بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ عن العملات القديمة أوي، عملات لها تاريخ، واللي معاها العملات دي معاه فلوس ويعد كمان. كلام والله يا جماعة فيه مصداقية، واللي يقول لكم عن كده بجد بيقلل لك من قيمة الحاجة اللي معاك. ربنا يا رب يكرمكم بناس كويسة وناس عندها ضمير تشتري منكم العملات دي. بس زي ما قلت لكم برده في الأول، قول اللي ليك وقول اللي عليك. أهم شيء تحافظ على العملة اللي معاك، ما تهملش فيها، ما تبدلش حاجة مبهدله مقطعه وتجي تقول له خدها بكذا، كده حرام. ماشي، قدر قيمه الحاجه اللي معاك واعرف اللي هي، وربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله بناس كويس. بس قبل ما نبدا، ما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك، كمل معايا الفيديو للاخر. ويا رب لو اذا عجبكم ما تنسوش يا جماعه الكومنتات بتاعتكم. ويا رب بحق الايام المفترجه يرزقنا جميعا يا رب، ويفك كرب الناس جميعا يا رب، ويرزقنا بحيث ان نحتسب بارحم الراحمين يا رب العرش العظيم. يلا نبدا نجيب العملات بتاعتنا، واقول لكم العملات بتاعتنا الجميله. احنا بصراحه عندي العملات المصريه، العملات الجميله جدا اللي لها تاريخ. تعال نجرب، شوف تعال نجيب العملات بتاعتنا ونشوف من سنه كام. انا مش هقول لكم السحر، انتوا شوفوا اسعارها بس. اللي اقدر اقول لكم بجد والله اللي معاها الفلوس القديمه مع فلوسها فلوس بصراحه لها قيمه. يلا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. العملات بتاعتنا، اول عمله هنتكلم عليها اللي هي القرش. رجعنا بقى للزمن القديم قوي، زمن القرش. القرش زمان كان بيجيب حاجه والنهارده بيجيب حاجه. زمان الناس الجميله، الناس طيبه، الناس اللي كانت عايشه بالفطره، الناس اللي ما بتفكرش لبعضيها، الناس اللي بتحب الخير لبعضيها من غير اي مكابره. في النهارده برضو ناس يعني كويسه وبتحب الخير لبعضيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الخير في امتي ليوم الدين. يا رب يجعل فينا خير لبعضتنا يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم. النهارده ده القرش. شفت القرش يا جماعه كان صغير ازاي؟ حاجه صغيره جدا جدا، مش عارفه باين في الكاميرا قوي ولا لا، بس انا هقول لكم القرش ده سنه كام. القرش ده سنه 1293. خلي بالكم يا جماعه من السنه عشان هتفرق معاكم وانت بتبيع العمله بتاعتك. لو مكتوب عليها 1293 انت معاك حاجه قيمه وحاجه سعرها حلو قوي وغالي، وتجيب لك فلوس كويسه قوي. ده الوش بتاعها، وده الظهر بتاعها، ده الظهر بتاعها، ده شكل القرش. انا وريتكم الوش والظهر بتاعها. تفوزوا يا جماعه بالعمله اللي زي كده، تفوزوا بيها، ما تفردوش فيها. ممكن تبيعها لحد بالصدفه يعرف قيمه الحاجه دي. الحاجه دي جميله جدا جدا، واحتفظ بيها، ما تفرجش فيها. لو ما حد انت ما حبيتش تبيعها هتنفع برضو اولادك. بالنسبه للقرش معانا ايه تاني غير القرش؟ جايبه لكم ايه تاني؟ جايبه لكم الربع قرش والنص قرش. معانا ايه تاني؟ الربع قرش. الناس اللي حاطط القرش يقول لي في الكومنتات القرش ده كان بيعمل بيه ايه، والربع قرش كان بيعمل بيه ايه، او جده او هو القرش اصلا كان بيعمل ايه زمان. يقول لي في الكومنتات القرش كان بيعمل ايه وكان بيجيب ايه. انا اعرف ان جده الله يرحمه اشترى ايرات ملك ب 4 جنيه، يعني دليل زمان الفلوس كان لها قيمه. ده الربع قرش. الربع قرش ده سنه كام؟ سنه 1493. الربع قرش ده الشكل بتاعه اهو، الظهر بتاعه. انا جايبه لكم الحاجات اللي هي بتجيب فلوس كويسه وتحتفظ عليها، تحتفظ بيها او تبيعها سعر كويس. اي عمله القروش بتاع زمان بتجيب فلوس كويسه جدا. وده النص قرش. النص قرش ده سنه كام؟ النص قرش نفس السنه بتاع الربع قرش بالظبط، سنه 1493. ده النص قرش. احنا جبنا لكم ايه؟ الربع قرش والنص قرش، وجبنا لكم القرش. القرش قلنا سنه 1293. يا رب يا جماعه الفيديو بتاعنا لو عجبكم كملوا معانا للاخر. تنسوا يا جماعه الاشتراك واللايك، او اي حد بيتقدم محتوى الله يعينه ويقويه ويجعلنا كلنا من نجاح لنجاح يا رب. وان شاء الله بشيء الرحمن يجعلنا اقدم لكم فيديوهات كمان احسن واحسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.